أصبح رمزا لمقاومة المستعمرة الليبية، وأنهك القوات الإيطالية لسنوات طويلة. شعاره: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. القائد والمحارب عمر المختار، الملقب أسد الصحراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقة ثانية تكملة ديال عمر بن المختار الأسد الصحراء. فترة الحكم لإدريس السنوسي عقد الصلح ما بينه وبين الإيطاليين وانسحب لمصر كيف ما قلنا في الأول. ديك الساعة ناضت الأرض وما عليها، كل شيء تعصب، كل شيء ما حملش هاد الخيانة. ملي وصل الخبر لعمر بن المختار تعصب بزاف وياخد عاتق على العاتق ديالو، هو اللي غادي يكمل المسيرة ديال المجاهدين. في ذات ايام عمر بن المختار سافر لإدريس لمصر باش يناقش مع امور البلد. في هذيك الوقت الايطاليا صيفطت المبعوثين توعها باش يهضروا مع عمر بن المختار وقنعوه، حاولوا قنعوه، قالوا ليه يعني نعطيوك نوفروا لك جميع داكشي اللي كبغيتي، اي حاجه بغيتي، فلوس بغيتي، السلطه بغيتي، الشهره، اي حاجه. راك شوهتينا وطيحتي نيفنا الارض قدام قادات ديالنا وقدام حكام ديالنا في ايطاليا. ديك الساعه عمر بن المختار رفض تماما هذا المقترح، وديك الساعه فرض على الادريس، قال ليه انت غادي تكلف بالسياسه وبالاداره وخليك هنا في مصر وتكلف بسياسة ليبيا، وانا غادي نتكلف بالجهاد وبالمعسكر، وغادي نفرق المناصب اللي كيستحقوها على الكتائب العسكرية بتاعته. المسألة مع الإدريس رجع عمر بن المختار، رجع الكتائب بتاعته وايطاليين مراقبين جميع الحركات ديالو، باغين غير فين ينقدوا عليه ويخلصوا عليه، يقضيوا عليه، ولكن ما قدروش، ما عرفوا كيفاش يوصلوا ليه. دازت السنين، الامور تهدنات، ما بقاش داك الحرب اللي كانت، تهدنت الامور، دازت سنوات، ومن بعد وهي ايطاليا كتقول انا ما مستافده حتى شي حاجه. طلعوا قودات، طلعوا حكام اخرين، المعسكرات الايطاليه بغاو يفرضوا الوجود ديالهم، عاودوا شعلوا الحرب من بداو جديد. في ديك اللحظة عمر بن المختار حتى هو بالدور ديالو كان جاهز مع في ديك المدة اللي كانوا يعني مهدنين فيها، حتى هو كان جاهز بالعتاد ديالو بالجيش ديالو. بدات الحرب عاوتاني، يعني حرب مورا حرب مورا حرب. القبائل ولات كترسل ليه كتائب من عنده، كل قبيلة كترسل ليه ناس متطوعين اللي اصبح عنده جيش بدون حساب، يعني بدون رقم. يعني الجيش هائل عند عمر بن المختار تحت الإمرة بتاعه. إيطاليا دخلت سياسة أخرى وهي إرشاء القبائل. سالو كيرسلوا المبعوثين للقبائل وسالو كيرشيهم بالفلوس، بالطعام، بالملابس، بكل شيء، بالشرط يبعدوا من عمر بن المختار. ولسوء الحظ نجحوا، وهذه الخطة ديالتهم نجحات، الخطة الخبيثة نجحات ليهم. حتى القائد الجد ديال العمر ديال الإدريس السنوسي اللي هو يعني من العائلة الحاكمة في ليبيا، حتى هو قنعوه عطى الامر لعمر بن المختار باش يوقف هذاك الشيء. وعمر بن المختار كان عليه الا وينفذ الامر ديال السنوسي، ديال القائد السنوسي. ولكن بقى عنده واحد الجيش اللي تحت الامره ديال عمر بن المختار، حيت اصلا عمر بن المختار ما مقتنعش بداك الشيء، يعني ما مقتنعش بداك الدل ديال ايطاليا. وكاين واحد الثوار اللي بقاو في الصف ديالو، يا قاتل يا مقتول. في هذه اللحظه ايطاليين بمعنويات مرتفعه وفرحانين جاو صيفطوا مبعوث لعمر بن المختار، قالوا لي حنا صافي تكتفينا منك، الله يجعل البركه، اي ما تسلمنا السلاح اما نقضيو عليك. حيت جميع القبائل اللي كانت كتدعم عمر بن المختار بالجيش وبالعتاد وبالفلوس وبالامدادات كلهم رشاتهم ايطاليا. في هذيك اللحظه صافي ايطاليا يعني بمعنويات مرتفعه قالوا صافي حنا دابا غنقضيو على عمر بن المختار، ما مصروتش ليهم. جاو هجموا على عمر بن المختار يومين ديال الحرب،
كانت هزيمة مذلة لأبعد الحد للإيطاليين. سيطروا عليهم جيوش ديال عمر بن المختار وخداو الغنائم من أسلحة، من مدافع، من عربات، من يعني الجميع. الإيطاليا ما فهمت والو، قلبت تفاهة على علاها. ناضوا جابوا الجيش ديال الدولة كامل، جابوه باش يحاربوا به عمر بن المختار. وماشي غير هذا وصافي، كراو حتى مرتزقة ليبيين منهم فيهم، كراوهم وكراو أفارقة وزرعوهم في وسط القبائل اللي تحت السيطرة ديال عمر بن المختار غير باش يتجسوا عليه. ومع ذلك ما وصلوا حتى شي ثغرة لعمر بن المختار. في هذيك الوقيته عمر بن المختار اكتشف الخدعة الخبيثة ديالهم والمخطط الخبيث ديال زرع الجواسيس. تم حفر خنادق. اول حاجه قضى على ذوك الجواسيس وحفر خنادق العسكر ديالو وخنادق وحدين اخرين باش يخبيو فيهم عيالات والاطفال الصغار. وعاود ثاني الهزيمه رقم 10 للايطاليين، ولكن هاد المره كانوا فيها خسائر حتى ديال الليبيين، حتى ديال الثوار ديال عمر بن الخطاب. تقريبا فوق 1000 واحد اللي مات، ومنهم حتى بات مرات عمر بن المختار. وبهذه الطريقة فكر بسياسة جديدة وهي ديال حرب العصابات. أول حاجة دار وهو هجر النساء وأطفال إلى مدينة بعيدة من القرية اللي هو فيها، وجمع الجيوش ديالو تبعوا السياسة ديال نقب وهرب نقب وهرب. كيضربوا وفي اقرب فرصه كيهربوا كيتخزنوا، ماشي ديال كتبقى تحارب حتى لاخر لحظه ديال الهجمات خاطفه. في وقت من الاوقات اتفقوا على هدنه فيها مده شهرين، منها الجيش الايطالي ياخذ الانفاس ديالو ومنها حتى العمر تاع شويه. في هذيك الفتره رجع القائد ديال العسكر ديال ايطاليا، رجع لروما وقال لهم صافي راه عمر بن المختار استسلم. في هذيك الفترة غادي تشعل نار جهنم على الإيطاليين. في هذيك اللحظة عمر تعصب بزاف. علاش؟ حيت هاد الكذبة وصلت حتى الليبيين ومبقاش قادر يهز وجهه في القبائل الليبية، وهادشي غير كذب. في هذيك اللحظة عمر بن المختار خرج بالبيان اللي سينوه وهو عقد هدنة وليس استسلام. فديك الفترة اللي خرج بهذاك البيان مشى الجرائد المصرية ونشر هذوك الأكاذيب. تم في ديك اللحظة إيطاليا، حكومة إيطاليا وحكام إيطاليا وجههم طاح الأرض مرة أخرى عاوتاني، وبدلوا هذاك الجنرال اللي كذب عليهم بالجنرال واحد ما فيش قلب الذرة ديال الرحمة. جا متعطش للدماء، متعطش للقتل، متعطش للتعذيب. سير كيسجن الشيوخ الكبار كيعذبهم، سير كيعدم في اطفال، سير كيعدم في يعني في كل شيء. وفي هذيك الفتره بالضبط تقبض على عمر بن المختار ومنع حتى شي واحد ما يزورو لي يشوف. في هذيك الوقيته اللي كان مسجون فيها عمر بن المختار كان هادئ واعصابه بارده كالثلج بشكل غير طبيعي. حتى جا الحكم بالاعدام عام 1931 على العمر اللي كان كيتناهز لعمر بن المختار وهو سنه 73 سنه. في هذيك اللحظه ديال الاعدام ديالو كان كيتخيل الايطاليين صافي غيحتلوا الارض الليبيه، والشوكه الوحيده اللي كانت في الطريق ديالهم هو عمر بن المختار. فاش تعدم هذيك الشوكه ما تقسماتش، ربما تقسمات وخرجت بزاف ديال الشوك في الطريق ديالهم، واللي جبرهم عن الانسحاب بالمره من ليبيا في عام 1943. لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها نهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه.